أنا من بعد قضية ياسين، الطفل ياسين بتاع دمنهور ده. وأنا نفسيتي تعبانة جدا جدا، تعبانة وخلاص مفيش نفس لأي حاجة وخايفة وحاجات كتير كده بجد يعني. بقيت حاسة بعدم الأمان على ولادي. يعني أنا مثلا كنت أخده قرار إن أنا ما اوديش أولادي، مركبهمش باص. أنا بناتي ولا بوديهم مع باص، ولا حاجة، باخدهم أنا من إيدي أوديهم واجيبهم المدرسة. طيب دلوقتي انا كنت خايفة من الباص مثلا ومن الشارع وكده. طيب دلوقتي أأمن عليهم في المدرسة ازاي؟ يعني الكوارث اللي بتحصل دي بتحصل جوه المدرسة، انا بقى أأمن جوه المدرسة ازاي؟ يعني بصوا، انا والله العظيم يعني مش عارفة اقول ايه اكتر من حسبي الله ونعم الوكيل في اي مدرس ولا اي ناني ولا اي حد عامل في مدرسة ما بيتقيش ربنا في اولاد الناس اللي في المدارس. بجد حسبي الله ونعم الوكيل. يعني هنقول ايه اكتر من كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل. علشان الرعب اللي احنا وصلنا له ان ما بقاش فيه امان حتى في المدارس، يعني حتى المدارس ما بقاش فيها امان ان احنا نسيب فيها اولادنا. ليه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. مش ما عنديش كلام تاني اقوله بجد.